اليوم نضت ونفحت لي على لاكوكا، ماشي دا كامل تعرفوها، كانوا يبيعوها زمان، كاين اللي يبيعوها شويه دوك، تجي بزاف خفيفه. تفكرت الايامات كي كنت نشريها ب1000 راك مرسوق وجا من هو قد يدك، بزاف بنينه بزاف خفيفه، لازم سيوها سهله مهله وبنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. وبرك اللي ما يعرفوهاش، هذه ماشي بيتزا كاري. هنايا في ريسيبيون درت كاس تاع ماء دافي، الكاس تاعي يحمل 250 ملل، كاس تاع حليب دافي كيف كيف بنفس الكاس، ودرت زوج مغارف ماشي معمرين مليح تاع السكر، مغرف كبيره ونص تاع خميره الخبز، خلطت كلش غير بالفوي، خليتهم يتفاعلوا واحد 10 دقائق، ونجي ندير 4 مغارف يكونوا معمرين مليح تاع الزيت، نص مغرف كبيره تاع الملح، ونخلط غير بالفوي بهذه الطريقه، ونجي ندير 3 كيسان الاولين تاع الفارينه. هنا خلط غير بيدي، هاد لاباط لازم تتخلط كيما الخفاف، معناتها لازم تخبطوها. هنايا جبت الكاس الرابع بصح درت غير نصو، شوفوا القوام تاعها يجي تلاصق، معناتها تجي خفيفه وماشي متماسكه. شوفوا كش خبطتها، معناتها تخبطوها مليح باش تجيكم خفيفه. والكميه كامل اللي درتها تاع الفارينه هي 3 كيسان ونص، نغطيها ونخليها تخمر. هنايا في طنجره تكون صغيره درت 2 حبات تاع الطوماطيش اللي كنت رحيتهم، نص مغرف كبيره طوماطيش تاع الباطا، شويه تاع الزعتره، درت معاهم الملح، وفنجان يكون معمر مليح تاع الماء، ونحطوهم فوق النار حتى وين تبدا تغلي وطيب هذيك لاصوص ما لازمش تنشف، معناتها لازم تكون هكذاك مايله. رحت جبت سنيوه كبيره اللي عندي هاد المدوره، تقدروا ديروا في سنيوه الكاريه، دهنتها بالزيت، حطيت فيها لاباط تاعي بعد ما خمرت وديغازيتها، فرشوها غير بيديكم، لازم يكونوا يديكم مدهونين مليح بالزيت. وهذيك لاصوص ديروها غير بالبانسو، وما ديروش كميه كبيره، معناتها لازم تدهنوا برك السطح الفوقاني بهذه الطريقه. درت شويه تاع الزيتون الكحل، شرائح تاع الطماطم، تقدروا ما ديروهمش، تقدروا ديروها من الحار، ندخلها طيب على اعلى درجه حراره في الفرن حتى وين تتحمر مليح تانيك من الفوق وليكوتي وتتحمر مليح من وغير خرجت وهي سخونه ندهنها بلاصوص اللي قعدت لي، وزدت دهنتها بالزيت زيتون وهي سخونه هكذا. وباش نزيد لها بنه على بنه راح نضيف لها طوماط تاع ريكا مارد والجوده العاليه، درت منه كميه من الفوق، رشه تاع المعدنوس، وتقدموها وبصحتكم.